من صبري اللموشي إلى إيرفي رونار، هل يملك المدرب الفرنسي العصا السحرية لإنقاذ نسور قرطاج؟ بعد السقوط المدوي أمام السويد، دخلت الكرة التونسية في حالة استنفار قصوى، ورغم أن الجامعة التونسية لكرة القدم قررت إنهاء التعاقد مع صبري اللموشي وفتح صفحة جديدة مع المدرب الفرنسي إيرفي رونار، فإن الجدل لم يتوقف عند هوية المدرب الجديد، بل امتد إلى كواليس التعيين نفسه. فوفق ما يتم تداوله من تسريبات غير رسمية في الأوساط الرياضية والإعلامية، فإن اختيار إيرفي رونار لم يكن مجرد قرار رياضي داخلي للجامعة، بل جاء أيضا تحت ضغط ورغبة من دوائر الدولة الساعية إلى إعادة الثقة سريعا في المنتخب الوطني بعد الهزة المعنوية الكبيرة التي أصابت الشارع التونسي، وهي معلومات لم يتم تأكيدها رسميا إلى حد الآن، لكنها زادت من حجم النقاش والجدل. ويبقى السؤال المطروح: إذا كان إيرفي رونار هو الاسم القادر على إنقاذ المنتخب، فلماذا لم يتم التعاقد معه قبل المونديال؟ لماذا انتظرنا الخماسية أمام السويد حتى نلجأ إلى مدرب يملك تجربة دولية كبيرة؟ ألم يكن من الأجدر أن يقود التحضيرات منذ البداية بدلاً أن يجد نفسه اليوم أمام مهمة إنقاذ في ظروف نفسية وفنية معقدة؟ هل أخطأت الجامعة في رهانها على صبري اللموشي؟ وهل دفعت الكرة التونسية ثمن التأخير في اتخاذ القرار الصحيح؟ وهل يستطيع رونار مهما كانت خبرته أن يغير في أيام قليلة ما تراكم من أخطاء على امتداد أشهر وربما سنوات؟ الجماهير التونسية لا تنتظر معجزة، هي تريد منتخبا يقاتل، منتخبا يستعيد شخصيته وهيبته، منتخبا يجعل التونسيين يفتخرون بقميصهم التونسي من جديد. ومباراة اليابان الأحد القادم لن تكون مجرد مباراة في دور المجموعات، بل ستكون اختبارا حقيقيا لإيرفي رونار وللاعبين ولمنظومة كاملة وضعت نفسها أمام مسؤولية تاريخية، إما استعادة الأمل أو تعميق الجراح. فهل ينجح إيرفي رونار في قلب الموازين وإعادة الثقة إلى شعب كامل، أم أن الأزمة أعمق من أن يحلها تغيير مدرب مهما كان اسمه وتاريخه؟ الأحد ستكون الإجابة فوق الميدان، حيث تسقط كل التسريبات والتوقعات ويبقى الحكم الوحيد هو الأداء والنتيجة.